بناء الهجمه، وادي ملعوبه حلوه تجي له تاني، لو حط له فرصه يوه جول جوه الجول محمد ابراهيم. اخيرا محمد ابراهيم يحطها حلوه 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 مع فرحه كبيره زملكاويه. ده هدف اول لفتى الزمالك محمد ابراهيم. هنشوفها تاني، جت من هديه من سطوحي، لكن اسيست عالمي يا كهربا. اسيست رائع 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 من محمود كهربا لمحمد ابراهيم، وتخدمه تضرب في القايمه اهي. هنشوفها تاني، بصوا حضراتكم كهربا هنا على طول اللمسه ضربت كمان في قدم. هنشوف مين، في حد من الدفاع كان مكمل مع الكرة. اسلام ابو سليمه تضرب في رجله وفي القائم وتتهادى عشان الدقيقه 36 محمد ابراهيم يتقدم للزمالك بالهدف. كنت لسه بقول الاداء معروف يوسف عملها حلوه مره ثانيه تترد، لسه فيها خطوره. هدف التعادل محمد ابراهيم. يا سلام يا ولد، بقول لكم نجم اللقاء لغايه دلوقتي ونجم نادي الزمالك في الفتره الاخيره محمد ابراهيم. بيتعادل محمد ابراهيم في الدقيقه 65. هدف حلو، تسديده قويه على شمال لرمزي صالح، ما يقدرش يعمل لها حاجه رمزي صالح، ويتعادل نادي الزمالك في وقت مهم جدا جدا بعد تغيير ايمانويل مايوكا. حاليا يعني شوف هداف ادي كوره مايوكا، مفيش تسلل مايوكا وفاتح له وادي ابراهيم، محمد ابراهيم جول مايوكا يرد الهديه لمحمد ابراهيم. الهديه كانت في مباراه غزل المحله، استنى مايوكا ما يقرب من 5-6 ايام كامله لكي يرد الهديه لمحمد ابراهيم. وكما صنع محمد ابراهيم هدف لمايوكا امام غزل المحله، يرد له الهديه النهارده ويصنع له هدف ويسجل محمد ابراهيم في شباك بتروجيت. ايمن دجيش المساعد الدولي لم يرفع الرايه، خطا دفاعي في التغطيه. محمد ابراهيم بمنتهى المهاره يمر من محمد الشناوي، ويمكن في اول كوره خطيره، في اول تهديد حقيقي، في اول فرصه حقيقيه محمد ابراهيم ينفرد ولا يخطئ امام المرمى. لسه بنقول محمد ابراهيم بعد الاحتراف والعوده السريعه والاستعاده مره اخرى، استعاده لمحه المهاره ولمحه الجمال والموهبه اللي كانت بتميز هذا اللاعب والكويان ناحيه اليمين. يستلم مره ثانيه حازم ناحيه اليمين، يقرب محمد ابراهيم، اتلعبت لحمودي، مفيش اوفسايد. احمد حمودي والتسديده تسقط في الدفاع، ترجع الكوره مره ثانيه ومحمد ابراهيم، والثاني محمد ابراهيم وهدف عظيم. يسجل الهدف الثاني محمد ابراهيم في الدقيقه 85. هدف الامان والضمان والاطمئنان. الان جمهور الزمالك يتنفس الصعداء، يلتقط انفاسه، يضمن النقاط رغم ان الكوره مجهوله ولا يوجد مستحيل، لكن خلاص دقيقه 85 والهدف الثاني. لكن خلينا نشيد احمد حمودي اللي صنع هذا الهدف، جرب بنفسه الاول ثم صنعها في الكره الثانيه لمحمد ابراهيم بشكل رائع. محمد ابراهيم لما بيسجل ما بيكتفيش بهدف واحد، هدف واحد لا يكفي. الموهوب محمد ابراهيم سجل في الشوط الثاني ويسجل في الشوط